تخيل يا عزيزي تكون تصحى من النوم تحس انك بني ادم طبيعي، ولكن الحقيقة ان مخك بيموت بالبطيء. النوم ده يا عزيزي اللي ناس كتير فاكرة انه تضييع وقت وانه ملهوش لازمة اصلا، وليه انا اضيع تلت يومي في حاجة ملهاش لازمة. ولكن يا عزيزي النوم دوت من اهم الاشياء اللي بتحصل لك علشان تحافظ على جسمك حي. وهو باختصار عملية رسطلة في مخك، بيراجع ذكريات وبيرمي ذكريات وبيخلي مخك نضيف. طيب يا عزيزي السؤال هنا، ايه اللي هيحصل لو ما نمناش؟ ازيك يا عزيزي، اتمنى تكون بخير. لو ما نمناش لمدة 24 ساعة اللي هو يوم كامل، مخك هنا بيبدأ يتصرف تصرفات غريبة. وبعض العلماء بيقولوا ان المخ هنا كأنه شارب كحول بالظبط. يعني انك لو ما نمتش لمدة 24 ساعة كأنك شارب كحول بنسبة كبيرة. وده كلام العلماء. باختصار كده يا عزيزي، انت مش عارف انت بتعمل ايه، مخك مش فيك حرفيا، لان كده المخ ما عملش الرسطلة بتاعته. طيب يا عزيزي، ايه اللي هيحصل لو ما نمناش لمدة يومين او 3 ايام؟ وهنا بقى الموضوع بيتحول من تعب لرعب. لان باختصار يا عزيزي في ناس قالت واكدت انها بتشوف اشياء مش موجودة، وبتسمع اصوات برضو مش موجودة واصوات خيالية. طب هتقولي ليه؟ هقولك ان باختصار ان المخ بيخلط الواقع بالاحلام. واتفرج يا عم، مش انت ما خلتنيش انام؟ طيب بقى انا هعمل وظيفتي واخليك تحلم وانت صاحي. طيب يا عزيزي، دلوقتي انت عرفت ان النوم مش راحة. النوم بكل اختصار هو عملية صيانة لمخك، اللي بيرجع ذكريات وبيحذف ذكريات وبيرتب لك ذكرياتك. طب اقول لك على حاجة كمان يا عزيزي، النوم هو اللي بيقوي الجهاز المناعي. اه والله. طب تاخد التقيلة بقى، قلة النوم بتقلل من التستيرون اللي هو هرمون الذكورة عند الرجال. هتقول بقى ايه؟ طيب انا بنت بقى ايه ومش عايزة تستوستيرون. طيب احب اقولك ان هو بيقلل هرمون الاستروجين. طيب يا عزيزي كل ده بسبب النوم اللي الناس بتقول عليه ان هو تضييع وقت. طيب زمان الناس كانت بتنام بدري، طب ليه دلوقتي عدد ساعات النوم بيقل وفي اغلب الاحيان بيحصل لنا ارق؟ هقول لك بكل بساطه يا عزيزي، التلفزيون، السوشيال ميديا، التليفون، اللابتوب، الاشعار كل دقيقه، كل دوت بيوهم العقل وبيحسسه ان احنا لسه في النهار. واستحاله العقل يريح دماغه. وكمان الضوء الازرق دوت ده زي الشمس بالظبط. فعرفت ليه يا عزيزي احنا بيحصل لنا ارق؟ طب اقول لك على حاجه برضو، الكافيين ودوت كارثه من الكوارث عند النوم، اللي هو اصلا بيقلل الهرمون بتاع النوم وبيخليك صاحي ومفوق حتى وانت تعبان، زي القهوه الكابتشينو والحاجات اللي زي دي. عريس الجنه معدي يا عزيزي، والله العظيم ما هوصفها في المونتاج. نيجي بقى لأخطر تجربة عملوها على النوم. جابوا شخص وحاولوا يصحوه لأطول فترة ممكنة وما يخلوش ينام، والنتيجة اللي هو بدأ يسمع أصوات مش موجودة ويشاور على ناس مش موجودة، ومخه ما قدرش يحدد بين الخيال وبين الواقع. في النهاية جسمه انهار بالكامل. طيب يا عزيزي، النوم القليل ممكن يدمر حياتك، ممكن يعمل لك اكتئاب، توتر، زيادة وزن، عدم تركيز، فقدان ذاكرة، ومشاكل خطيرة جدا في القلب. وفي النهاية يا عزيزي النوم ممكن ياخد تلت عمرنا، ولكن احنا مش بنضيع وقت، احنا بنحافظ على جسمنا. وعايزك تقولي يا عزيزي ايه اطول فترة ما نمتش فيها وكانت كام ساعة، وتقولي انت نايم كويس ولا لأ. انا بصراحة عايز انام يا عزيزي، فما تنساش تدوس لايك وتشغل الجرس او تشترك في القناة سبسكرايب، وتقولي عايز نعمل لك فيديوهات ايه. سلام عليكم.